نعمل ايه مع جوازاتنا لو احنا بنشتغل؟ تعالوا نحكي واحنا بنطبق الغسيل. ده سؤال من كومنتاتكم. مش معنى انك بتشتغلي انك تهملي وتقصري مع جوزك، لان هو اهم برضه. هديكي شويه نصايح تقدري تعمليها علشان تحافظي على الاتنين. اول حاجه، قرري يوم في الاسبوع تعملي اكل الاسبوع كله، بحيث ان هي تطلع على التسخين او السوى الاخير. هتفرق معاكي جدا. يعني تخيلي وانت راجعه من يوم شغل طويل واكلك جاهز، يا سلام على الراحه النفسيه. تاني حاجه، تفصلي كويس ما بين وقت الشغل ووقت البيت، وعوديهم في الشغل ان ما حدش يتصل بيكي بعد ما تروحي، وبرضه في الاجازات ممنوع كلام واتصالات من الشغل، وخصصي له وقت في اليوم تتكلمي معاه، حصل ايه في يومك، عملت ايه، وانت كمان تحكي له عن يومك. المهم ان الوقت يكون بتاعكم انتوا بس. ثالث حاجه، الاجازات. في الاجازات بقى نوعي، مره تخرجوا تزوروا اهلكم ومره تقعدوا تقضوا سوا في البيت، وخلي اسبوع كده تعملوا خروجه حلوه ليكم انتوا الاثنين بس. رابع حاجه، لو عندك مقدره انك تجيبي حد يساعدك في البيت اعملي ده، وده مش اساسي خالص على فكره، ده لو تقدري وهتوفري على نفسك مجهود ووقت طويل قوي. خامس بقى واهم حاجه، لازم تدلعي نفسك، واوعي تحسسين ان الشغل مأثر عليك، لا على شكلك ولا على اهتمامك بنفسك. سادس حاجه، ودي بجد هتفرق معاكي جدا جدا، الصحيان بدري. اصحي بدري وافطري انت وهو والعيال، وده برضه هيخلي ان في وقت انك تظبطي بيتك. وكده كده الصحيان بدري مفيد وخير وبركه. يلا ربنا معاكم ويجعل بيوتكم كلها مليانه حب وموده ورحمه وعمار. ودي كانت كومنتاتكم المكتوبه مع ولاء القروبه.